كوكب الأرض ليس صالح للحياة، ليس صالح للحياة. لماذا نحن نرتدي ملابس؟ لو كنا فعلا صالح كوكب الأرض صالح للحياة، لماذا نرتدي ملابس تحمينا من البرد؟ تخيل معايا كده واحد بيقول لك انا خرجت من الاسلام مش عشان مزاج او تمرد، بيقول لك انا خرجت لاني انسان عقلاني. ملحد يعرف الدين اكتر منك، يعرف الدين اكتر منك 1000 مرة. انسان على علم، انسان مثقف وقرأت كل كتب الشرق والغرب. للاسف الشديد سبب الحاده ان هو قرا في الحاجات دي، قرا الدين من الالف الى الياء. اتفرجت على كل حلقات الدحيح وحضرت مناظرات الملحدين كلها وانا لابس برنيط التأمل. انا حافظ قرآن اكتر منك، انا معايا اجازه في القرآن، انا ممكن اسمع لك على فكره، انا ممكن اصحح لك. واحد بيصنف نفسه على انه من اذكى 10 عقول ماشيه على رجلين في العالم العربي. مستعد أن أعطيك دروس مجانية في الفيزياء، اتصل بي وسوف أعلمك أيضا المنطق والتفكير المنطقي. لكن اول ما تسيبه يتكلم تحس انك مش قدام مفكر، انت كل اللي تعرفه عن الدين هو اللي اتقالك في كتاب المدرسه. انت قدام واحد حافظ شويه جمل وبيقولها بنفس فيلسوف فاكر نفسه بيهدم الدين. قرا في الكتب الدينيه والكتب العلميه وتفاسير قران احاديث انت عمرك ما سمعت عنها حاجه، ده تتوغل في المسيحيه واليهوديه والبوذيه وقرا في تاريخ الاديان كله. واول ما تسمع اللي بيقوله ما تقدرش تقرر تضحك ولا تتوجع على اللي وصلنا له. انا مولود مسلم، انا كنت حافظ القران كله في يوم، متربي تربيه دينيه اسلاميه يعني فيش بعدها. ولما بدات امر بمرحله القرايه التعمق في الدين وفي تاريخ الاسلام، بدات اعرف عن الدين حاجات يعني لا يعلمها كثير من الشيوخ والكلام دوت. واللي اغرب من كلامه ان في بعض التلاميذ قصدي بعض التلحيد بيكرروا نفس الجمل بالحرف. لو انا تعمقت في الدين الاسلامي بصوره دراسيه بحته، انا حافظ القران اساسا، انا بقرا يوميا القران وعمال افسر فيه. نفس النفس بنفس الريتم ونفس العقده من الدين، لكن بيجيبها لك على هيئه سؤال من خلال الاطلاع على بعض التعليقات على مواقع السوشيال ميديا. جبت لك اغبى 10 اسئله سالوها الملحدين عندي في التعليقات، ومع طول الفيديوهات بيتنقلوا من فيديو لفيديو، من موضوع لموضوع. لو بتتكلم في فيديو بترد على سؤال حد كتبه لك في تعليق، مثلا يعني ليه ربنا بيعذب الكفار عذاب ابدي؟ فالمفروض انت كملحد سيبك من كل الشبهات وركز على السؤال. لا، هو يسيب كل الفيديوهات ويجي على الفيديو ده يقول لك تصدق ان القرآن فيه اخطاء املائيه، فتقوم تعمل فيديو ترد عليه على السؤال بتاعه. يسيب الكلام اللي في الفيديو كله ويرمي لك شبهه جديده، وهو ده نفس الاسلوب اللي بيتبعه كتاكيت الملحدين. المهم ان العيال دي بيقلدوا ملحدين العرب مع تغيير بعض الكلمات عشان يعني ما يحسسكش ان هو بيقلده كده. وانت بتقرا التعليق تقول معقول هو ده الالحاد الجديد؟ تقرا سؤال ويجي لك ايرور تقول ده محتاج كوبايه شاي ومخده مش رد فلسفي. المهم ركز في اللي جاي، لان اللي جاي هو المرار الطافح. هتشوف فيه كلامهم لكن من زاويه مختلفه، زاويه تخلي كل حد لسه بيفكر في الناس دي ان هم على حق يعيد حساباته، ده لو كان بيدور على الحق. واهم شيء خد بالك عشان انت هتضحك من سفاهه الاسئله. تعالوا بقى نمشي حبه حبه ومن غير استعجال، وركز معايا كده. قبل ما نرد لازم نفكرك ان القرآن علمنا ان الجدال بغير علم مصيبة كبيرة. قال الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يعني اللي بيجادل وهو مش فاهم بيبقى واخد نفسه على فين. انا هنا مش بهاجم ولا هشتم اصحاب التعليقات خالص، انا جاي اوريك تناقض افكار مفكرة نفسها ان هم عندهم عقول، يمكن ربنا يفتح على قلب واحد فيهم. خلونا نبدأ مع اول سؤال سأله الملحد. أول سؤال، هو ليه ربنا خلق إبليس طالما هو شرير؟ وبتضحك أو بيضحك صاحبك ده. أنت السؤال تحس كده إن هو بريء أو عادي إن ممكن حد يسأله، لكن مع الملحد لأ، لأن الملحد ده بيؤمن بحرية الإرادة. كل شيء جاي من هوا، من ببلاش، حاجة جت صدفة، يعني أعمل اللي أنا عاوزه. منين بقى أنت مقتنع بحرية الإرادة ورافض تديها للكون؟ يا أخي ده أنت ملحد أناني والله. ربنا بيقول لك إيه بقى في القرآن؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. يبقى ابليس اختار العصيان، دي حاجه بارادته، وربنا علمنا قيمه الاختيار عشان يظهر مين يكفر ومين يعبد، زي ما قال بالظبط: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انت اخترت طريقك تكفر بربنا، وغيرك اختار طريقه يؤمن بربنا. فانت بتحاول تطلع اي اسئله تبرر كفرك بالله، لكن للاسف اسئلتك بتفضحك. تقول لي ليه؟ اقول لك ليه. لان من غير الاختبار مش هيبقى في معنى لا الجنه ولا النار. تفتكر لو في جامعه من غير امتحانات هتقدر تطلع الطالب الشاطر من الطالب الكسول؟ طب فكر في نفسك انت، لو انت مالكش حريه كنت هتشتكي وتقول فين عقلي؟ يبقى السؤال باطل من الاول، لان سؤالك بينقض حريه الاراده اللي هو بيتمسك بيها. نخش على السؤال الثاني: ليه الاله مش ظاهر قدامنا لو كان موجود؟ وكالعاده بيتمها بسخريه. لكن عجبي عليك يا عم منكر الغيب،
مع انك سبحان الله بتصدق ان عندك عقل وانت مش شايفه، ورغم انك عمرك ما شفته ولا هتشوفه، وبتصدق الفيزيائيين لما يقولوا في موجات صوتية وموجات كهرومغناطيسية مع ان محدش شافها. ربنا قال في سورة الانعام لا تدركه الابصار، الغيب هو اللي بيرفع قيمة الايمان. طيب لو ظهر ربنا دلوقتي قدام الناس، فين قيمة الاختبار؟ فين الايمان بالغيب؟ وعشان كده ربنا بعث الرسل مبشرين ومنذرين، يعني ربنا ارسل دلائل كفاية للعقل، لكن الاحتكاك المباشر هيبطل الاختبار. السؤال الثالث والغريب، ليه القرآن ما فيهوش كل العلوم زي الفيزياء والبيولوجيا؟ فين ما فرطنا فيه من شيء؟ على اساس ان دي آية قرآنية، يعني الآية بتقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. طب بص حضرتك، الكتاب المذكور في الآية دي هو اللوح المحفوظ مش القرآن الكريم. فتقريبا الملحد اللي غششك السؤال ده وقال لك ان هو درس الدين كله ما قرأش كتب التفسير. ما علينا، خلينا في مضمون السؤال. ليه القرآن ما فيهوش كل العلوم زي الفيزياء والبيولوجيا؟ قلنا كتير يا جماعة ان القرآن الكريم كتاب هداية مش كتاب ميكانيكا. مين قال ان كتاب الطب لازم يشرح لك طبخ الملوخية؟ القرآن بيحط القيم والمبادئ، بيشغل عقلك ويديك مفتاح الكون. قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني ربنا فتح باب للبحث وما قفلش عليك العلم. ولو كملت الآية أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، لو القرآن مثلا بيفصص لنا الكوركات، فين دور العلماء؟ فين وظيفتهم؟ طب تعال نخش على السؤال الرابع، ليه الأنبياء مش مذكورين في كل الحضارات القديمة وانت بتقول ان كل الحضارات وصل لها الإسلام؟ بص يا صاحبي، شوية تركيز كده لو سمحت. أولا في حضارات كتير ضاعت نقوشها وتم اكتشافها مؤخرا. تاني حاجة في آثار كتير بيتحفظ عليها في متاحف الغرب ولسه بتترجم. يعني وارد ان الحضارات دي يكون عندهم رسول لكن احنا ما نعرفش. هتقول لي ايه ده، هو انت ما تعرفش كل الرسل؟ هقول لك ايوه، القرآن الكريم بيقول لك ايه؟ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يعني باختصار في رسل محدش يعرفهم، غير ان ربنا شرفهم بالرسالة حتى لو اخبارهم ما وصلتش لكل الناس. فيبقى معنى سؤالك اصلا غلط. انت تسأل السؤال ده وانت معاك علم كل الحضارات القديمة. فطالما انت ما عندكش حصر لكل العلوم اللي بتجمع الحضارات القديمة يبقى سؤالك اصلا غلط. خش بقى على السؤال الخامس اللي بيضحك بجد، لو في رب رحيم ليه الأطفال بتموت؟ فين الرحمة في كده؟ شوف بقى المنظور الضيق اللي بيخلينا نخلط ما بين الرحمة وما بين الخلود والبقاء على الحياة الدنيوية. ده بغض النظر انت كملحد ما عندكش معيار للخير والشر، يعني دي اتكلمنا عليها في فيديو تاني، ان انا كملحد ما عنديش اي معيار. طلبت معايا ان انا ابقى شرير هبقى شرير، انا هوايا اعمل الحاجة دي. نفس السؤال اللي انت قلته ده، ما عنديش معيار اخلاقي يمنعني ان انا اعمل كده. ما انا جاي من عدم، ولما هموت هيبقى جيم اوفر، مش هقوم تاني ولا حد هيحاسبني. ربنا بيقول لك ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وبرضه بيقول لك وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. يعني الطفل اللي مات ما خرجش من دائرة الرحمة. يبقى نعقل السؤال قبل ما تقوله، ايه علاقة الرحمة بان في اطفال بتموت؟ فيبقى موت الطفل ده رحمة ليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطفال المؤمنين في جبل في الجنة. وحتى اطفال المشركين اختلف فيهم العلماء. جمهور السلف قال ان امرهم الى الله، يبقى موتهم ما كانش ظلم خالص، دي عملية انتقال. ولما تبص للدنيا دي بعين اوسع شوية هتعرف ان الدنيا دي مرحلة قصيرة، وان الموت ده مش جيم اوفر ولا حاجة، في حياة بعدها انت مش عايز تقتنع بيها. هناك بقى يا السعادة الابدية يا الشقاء الابدي. السؤال السادس، إذا كان إلهك حقيقي ليش بيسمح بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين؟ يعني إزاي إله رحيم يسيب الزلازل تحصل، براكين تنفجر، ناس تموت تحت البيوت، أطفال كتير بتتبهدل، والناس بتصرخ وتقول فين الرحمة يا عم بحبحاني؟ كأن الناس دي ما عندهمش عقل فعلا. هو بيقول لك المفروض كل يوم في الحياة دي يبقى نزهة، يوم في جنينة ويوم على البحر، لا في برد ولا في حر ولا في وجع ولا في موت. بس تعال اقول لك بس كلمه واحده كده، احنا في الجنه ولا في اختبار؟ ده عامل زي اللي بيقول لك بالظبط وهو قاعد في الامتحان هم ليه ما بيوزعوش علينا سندوتشات همبرجر؟ انت في ولا في شم ورد؟ ما هو لو كل حاجه هاديه ومفيش اي نوع من انواع الالم او حتى المصايب يبقى فين البلاء؟
فين الصبر؟ فين الثواب اللي هيعلي درجتك في الجنة؟ فين الفرق ما بين المؤمن والجاحد؟ ربنا قالها صريحة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني الابتلاء ده مش شر، دي حاجة كده زي الغربال، اللي يصبر يتوكل على الله ينجح، واللي يجزع ويكفر يسقط. طب نرجع للزلازل، انت شايفها دمار؟ ما يمكن صيحة فوقية بتقول للناس انتبه، خد بالك، الآخرة جاية، الموت مش بعيد، ممكن يحصل لك كده، الحياة دي مش أبدية. الهزة اللي انت بتشوفها دي بتهز قلوب، عشان تفوق قبل ما تبقى رجة في القبر. وبعدين لو في طفل مات في الكارثة دي، هل بيروح الجحيم؟ لا، ده هيروح الجنة. يعني باختصار، الموت في الدنيا مش دايما خسارة للكل، ساعات بيكون مكسب انت متعرفش قيمته. يعني حتى اللي مات وهو مؤمن، ان كان غريق او حريق او تحت هدم، له اجر شهيد. يعني ربنا بيعوضه. كل ده ليه؟ لان انت كملحد مش شايف الصورة كاملة، انت شايف زاوية واحدة بس. تعال بسرعة للسؤال السابع. بيقول لك: لم نرى الأنبياء نزلوا إلا في الصحراء، وليس في أوروبا ولا اليابان، كلهم تبعون غنم. ودي بقى من نوعية الأسئلة اللي تقول لك: يا ابني روح نام شوية وتعالى تاني. يعني أنت عايز تقول إن المكان هو اللي بيحدد قيمة الرسالة. أنت تحس إن السؤال استهزائي، لكن تعال نفسره كده بعقليتي أنا كملحد. هو ليه الرسل والأنبياء بينزلوا في الصحراء وما بينزلوش في اليونان؟ كده يبقى أنا بقول إن المكان اللي هم نزلوا فيه هو اللي هيحدد قيمة الرسالة. يعني لو كانوا نزلوا في جمصة ولا في بلطيم هتفرق، لو كانوا نزلوا في سويسرا لا، الرسالة كده لها قيمة، صح كده؟ ولا انت عايز تقول ان الهداية محتاجة جو لطيف وشوية شوارع مرصوفة كده؟ الانبياء نزلوا في اماكن بسيطة لكن رسالتهم غطت العالم كله. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل في مكة، لكن نوره وصل لأبعد بلد في العالم. يعني مش المهم تبدأ منين، المهم انت تبعت ايه. السؤال ده بقى نفسه في تناقض، لانك دايما بتقول ان الاديان دي بدائية وطالعة في الصحراء. طب ماشي يا سيدي، بس الغريب انك ما بتقولش كده عن الفلسفة. اقصد الفلسفة اليونانية، بما انك ذكرتها في التعليق. الفلسفة اليونانية اللي طلعت في اماكن وثنية، اللي فيها الالهة بتموت وبتتجوز وبتسكر، ليه ما بتسألش نفس السؤال هناك؟ الفلسفة دي نازلة في أماكن متخلفة، مع إنك بتؤمن بالفلسفة، لأنك بصراحة ما بتدورش على جواب، أنت بتدور على هجوم وخلاص، بتهبد لا مؤاخذة. لكن الحقيقة إن ربنا قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. يعني اختيار ربنا للأماكن اللي مش عاجباك ما كانش اختيار عبثي، كان اختيار حكيم، كان اختيار مرتب بحكمة فوق إدراكك. نخش بسرعة على السؤال الثامن. هو ليه الخالق ما خلقناش في الجنة وخلاص من غير الدوخة دي؟ يعني ليه التعب ده كله؟ ليه نموت ونرجع نتحاسب؟ ما كان يدخلنا الجنة من البداية. بص بقى، ده سؤال شكله بريء، لكن في الحقيقة ده طعن في العدل. انت كده بتقول عايز النعيم من غير تعب، عايز تاخد مكافأة من غير امتحان. يعني لو جه طالب وقال اكتب لي يا استاذ ممتاز لو سمحت، وخلاص كده ومش لازم اجي الامتحان، هتقول عليه طالب عادل ولا كسول؟ ربنا خلقنا عشان نختبر، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وربنا بيقول لك ايه تاني؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. يعني هو ده الهدف. يعني ما ينفعش نكون في الجنة من غير ما نتعب ونبتلى، لازم يكون في ثبات، لأن الجنة مش هزار، ده خلود، نعيم أبدي، ده جزاء عادل للي تعب. يبقى لازم يكون في امتحان، ولازم يكون في حرية، ولازم يكون في خيارات. السؤال التاسع جامد جدا. هو ليه القرآن مش بيتغير؟ ليه ما بيتطورش مع الزمن؟ والسؤال ده دايما بيبان كأنه عصري، لكن في الحقيقة بيهدم الفكرة كلها. القرآن مش مجلة ولا دستور بشري، القرآن باختصار كلام الله، كلام الإله اللي خلق البشر وخلق الزمان وخلق المكان، فكلامه صالح لكل زمان. ليه؟ لأنه بيركز على القيم مش على التفاصيل السطحية. يعني بيقول لك ولا تقربوا الزنا، يعني مش هيقول لك في 2025 خد بالك من العلاقات المحرمة على الماسنجر بتاع التيك توك، ده شغلك انت. لكن المبدأ بيعيش، ولا تقربوا الزنا. وحتى العلماء طول التاريخ كانوا بيجتهدوا ويستخرجوا من القرآن الكريم اللي بيناسب الزمان. يبقى التطوير بيجي في الفكر مش في النصوص. واللي يقولك ان القرآن لازم يتغير، اسأله وقول له هل ربنا غلط؟ هل معرفش ان الزمن هيتغير؟ ولا كلامه كان ناقص؟ حاشاه. هنا هيسكت لانك ضربته في اصل الفكرة. نختم بقى بالسؤال العاشر اللي هو التحفة الكونية. السؤال ده لوحده قادر يضرب لك نظام الويندوز. ليه في دين اصلا؟ ليه ربك ما سابناش نعيش بحريتنا، نعمل الخير من غير توجيه؟ وهنا احب اقول لك، انت ما بتقولش كده على قوانين المرور، ما بتقولش ليه في رادارات، ليه اشارات المرور، ليه كل التعليمات دي؟ لانك عارف ان الناس من غير قوانين هتخبط في بعض.
طب ليه بقى لما بتيجي على الدين بتقول مش عايز قوانين، مش عايز اي اوامر، نفسي اعيش براحتي؟ الدين هو الرادار بتاع الضمير، هو القانون الالهي، هو اللي بيقول لك ما تكذبش، ما تخونش وما تظلمش. الدين هو اللي بيحط حدود، مش عشان يقيدك، عشان يحميك. ولو فكرت شويه هتلاقي نفس الشخص اللي بيقول لك ان مفيش دين بيخلقوا دين بديل. دين اسمه الحريه، دين اسمه اللذه، دين اسمه الماده. يعني الانسان نفسه ما يقدرش يعيش من غير الايمان بحاجه. والدين الحقيقي هو اللي ربنا بعته من فوق، مش اللي الانسان اختلقه من تحت. دلوقتي انت قدامك حل من اتنين: يا تحط الاسئله دي قدامك في ميزان الفهم والتدبر وتبدا رحله جديده، يا اما تفضل تعيد وتزيد في نفس الاسئله وتقعد تلف وتدور. لكن افتكر دايما الحق مش بيتغير حتى لو الناس كلها اتغيرت، والدليل عمره ما بيسقط حتى لو ملايين انكروه، والقرآن باقي وانت اللي هتروح. هو انا معاك برضه، لان القرآن من عند اللي قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. انا خلصت كلامي وسامحوني لو طولت عليكم، واكيد طالما وصلت لاخر الفيديو اكيد مشترك في القناة ومفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. واكتب لنا رأيك في التعليقات، ولو حابب ترعى محتوى القناة على باتريون عشان نستمر ادعمنا على باتريون او بيبال، الروابط اسفل الفيديو واول تعليق. انا بحبكم في الله، سلام عليكم.